السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينني وإياكم بزينة الإيمان، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين الراضين عن الله جل جلاله. تكلمنا في اللقاء السابق يوم الاثنين من الإحرام إلى الإكرام، وتكلمنا عن الشوق إلى بيت الله العتيق، واليوم إن شاء الله نكمل ما بدأناه، وأسأل الله أن يتم علي وعليكم النعمة في عافية. وقلنا أن هذه العبادة لا نخاطب فيها فقط الحجاج، لكن نخاطب فيها كل من يريد أن يشارك الحجاج في هذه العبادة، والحجاج أيضا يشاركهم في الاشتياق إلى هذا البيت، الشوق إلى بيت الله العتيق. الحاج هو مش مجرد واحد بيتحرك حركة أفقية من مكان لمكان، لكن في حركة إيمانية رأسية، اتصال بالسماء. ولذلك الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقه حج بيت الله سبحانه وتعالى، فهو مش بيكرر المناسك، هو بيكرر قصة الإيمان الأولى. ولذلك كلما فهم الحاج والمشتاق المعنى صار حضور قلبه أعمق. معنى ده إن شاء الله ضروري جدا، لأن هم مش مجرد مسافرين إلى مكة، غير مسافرين لمكة، لا، ده وفد يسير على خطى الخليل. الحجاج يا جماعة إن صح هذا التعبير هو الوفد الذي اختاره الله لإحياء الملة الإبراهيمية. هم الوفد اللي ربنا بيختارهم حتى يحيوا الملة الإبراهيمية، ده وفد ربنا سبحانه وتعالى. فالمعنى ده إدراكه مهم قوي. الناس دي مش مجرد بتخلع ثيابها وبتلبس إحرامها وخلاص، لا، دول بيخلعوا من قلوبهم كل شيء من الدنيا قد تم التعلق به، زي ما سيدنا إبراهيم خلع من قلبه كل ما يشغله عن ربه جل جلاله. لما يقولوا لبيك اللهم لبيك، فكأنها ديت أصداء النداء بتاع سيدنا إبراهيم. فبنحيي تاني في هذه المواسم بعبادة الحج والاشتياق إليه. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم أن ربنا بيجمع القلوب من كل فج عميق. سيدنا إبراهيم يقول فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، أفئدة، قلوب تهوي إلى هذا المكان. فهذه رحلة أفئدة، رحلة قلوب، رحلة أرواح، مش مجرد شعائر معزولة، لا يا جماعة، مش مجرد طقوس تمارس وخلاص، لا، إحياء قصة التوحيد الأولى. ففي السعي معاك روح هاجر عليه السلام، في النحر معاك يقين الخليل عليه السلام، في زمزم معاك رحمة ربنا اللي جت بعد السعي والصبر. فالمعاني ديت لو الإنسان معشاش هيفوته كتير قوي قوي قوي. فالحج مش مجرد رحلة، بل هو إحياء للملة الخليلية. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم ونحن نتكلم في هذه المعاني أن ينعشها الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. اتكلمنا الإنسان لما يخرج من بيته وبعد كده يصل للميقات، وبعد كده يغتسل، بعد كده يتطيب، ثم ملابس الإحرام، وكنا وقفنا عن في هذا المكان، ونبدأ ننتقل إلى نية الإحرام. وطبعا ملابس الإحرام يتلذذ بالإحرام من تخفف من الحرام، يتلذذ بالإحرام من تخفف من الحرام. أما ذاهب يلبس الإحرام وهو نسأل الله العفو والعافية واكل حق ده وظالم حق ده وعاق لأمه وسوء عشرة مع زوجته أو ندية وعدم سماع كلام للزوج، فهيفوتك من التلذذ بقدر ما فاتك من التخفف. فكلما أثقلت هذا القلب وتلك المضغة التي في صدرك بالحرام لا تستمتع بالإحرام، وبالتالي يفوتك من الإكرام بقدر هذا الحرام، ونسأل الله العفو والعافية. طيب، لبسنا الإحرام، يبدأ الإنسان يقول نية
يدخل في النسك بقى. واحنا اتكلمنا ان احنا اللقاءات الثلاثة دي مش هيكون بنتكلم في الامور الفقهية والامور الانسان يقول ايه هنا ويقول هنا من الناحية الفقهية، وان الامور دي بسيطة واتكلمنا فيها كتير يعني. لكن هنا في اللقاءات دي بنتكلم عن حج القلوب لعلام الغيوب. نية الاحرام، سبحان الله، يا الميقات يا جماعة قريب من الحرم ولا بعيد شوية؟ الميقات بيكون قريب من الحرم ولا بعيد شوية؟ بعيد، صح؟ انت بتركب الطيارة وبعد شوية كده قبل مثلا نص ساعة ولا ساعة الا ربع تلاقي الطيار يقول لك نحن بمحاذاة الميقات. فشوف بقى طيارة ماشية نص ساعة في السماء، فلا في بعد. لكن سبحان الله كأنك تحدث نفسك في هذه اللحظة وتقول سبحانك ربي أنا أحرم من الميقات من مسافة بعيدة عن البيت تهيئة للقلب وتعظيما لك. يا رب أنا بستعد من بعيد أوي 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 أوي، لأن أنا عاوز قلبي يبدأ يسخن. حان الموعد الآن لأن أكون من وفدك. يا سلام، الآن أنت دخلت في الوفدية، خلاص بقيت من أهل من أهل وفد الله. يا الله. وتبدأ بقى تقول لبيك. أتدري من تخاطب؟ أنت بتخاطب مين بقى دلوقتي عشان تقول لبيك دي كده بالحضور ده بضمير الخطاب ده؟ لا، ده أنت في حتة تانية خالص. ولذلك لا فسوق، فمن فرض فيهن الحج خلاص فلا رفث ولا فسوق. لا فسوق، لا في فسق بقى في الإيد ولا في العين ولا في اللسان ولا في الأذن. خلاص بقى في محظورات، والمحظورات دي تقوي المراقبة في قلبك. فتبدأ بقى سبحان الله تبدأ تقول الكلام ده. برضو من الحاجات اللي تستحضرها هو شهود الانقطاع. يعني تبدأ تستحضر انك التكبير بيقطعك للصلاة، صح؟ يعني اول ما تدخل تصلي تقولي الله اكبر، فانت انقطعت عن الدنيا بمجرد انك تقول الله اكبر وتدخل تصلي. فهذا التكبير انقطعت بسببه وبه عن الدنيا، لانك انشغلت باكبر شيء في روحك وقلبك فصغر كل شيء اخر، فانقطعت. كذلك التلبية تقطعك عن كل ما يشغلك عن ربك. ليه؟ انا بقيت مشغول بحاجة واحدة بس، ايه هي؟ تلبية النداء. ما في واحد بيقول لك يا محمد، فبتقول حاضر، نعم جاي، حاضر جاي. فانت ايه دلوقتي؟ انقطعت عن كل ما لم يناديك، انت منشغل بمن ناداك. فمجرد ما بتبدأ تخش في التلبية، المفترض بقى مش ماسكين الموبايل وقاعدين نبص يمين ونبص شمال وندنا نهزر ونعمل، لا نبدأ بقى ايه؟ نسخن بقى. نبدأ ليه؟ هذا عبد انقطع عن سيده، هذا عبد يريد ألا يلتفت لا بروحه ولا بقلبه عن ربه الذي أذن له أن يتلبس بهذه النية. يا سلام. وفي الوقت ده ما ينفعش تحط الطيب، خلاص ما ينفعش تحط عطر. ليه؟ قال لك اصل خلاص بقى القصة مش قصة العطر. ليه؟ القذارة مهما تحاول تحط عليها، يعني انت كنت بتتطهر عشان تتخفف من الأتربة ويبقى ريحتك حلوة وبتاع وتبتعد عن الغبار والقذارة والحاجات دي كلها، لكن لما بتلبس الإحرام هنا لا ينبغي أن يشم منك إلا رائحة أعمالك وعطر خلواتك ونقاء سريرتك. خلاص انشغل بقى بالحتة دي بقى، خلاص بقى انشغل بقى، يا انا ريحتي بقت صعبة، انا ريحتي بقت كذا. ليه؟ نحن نريد ان نشم عبير هذه الروح وتلك الاخلاق التي سكنت تلك الخلقة. خلاص، فمهما جملت جسدك الزائف من بره ده قناع مزيف، لكن احنا عاوزين النهاردة بقى لا ننشغل بالتطيب الداخلي. خلاص طيبنا زي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، اطيب عند الله من ريح المسك. انت صايم، في تغير في ريحة الفم، مش انك بقى تنشغل طب انا عاوز اكل حاجة عشان اغير ريحة بقي، عاوز اكل مش عارف لبان عشان اغير ريحة بقي. وانت عاوز تغير ريحة بقك ليه؟ اصل يا عم بطل بقى انشغال بالوهم ده. طهر ريحة قلبك، طهر ريحة روحك، يعطرك قلبك. الآن حان الآن إن أردت تعطيرا فعليك بالتعطير الداخلي، تعطير القلب.
وبتبدأ بقى تتحطم الأوهام في قلبك. يا أصلا أنا ما بعرفش أنام إلا بكذا، أنا لازم ألبس مش عارف إيه بتاع، أصلا ما ينفعش ألبس الإحرام والله ما بعرفش. يا عم سيبك من الأوهام دي. أصلا أنا لازم ألبس تحت الإحرام، لازم تلبس بنطلون وتحت البنطلون، ولازم يبقى فيه جيوب، ولازم ألبس تيشيرت مش عارف ماركة إيه. يا عم دي كلها كانت أوهام أنت واهم نفسك بيها، بدليل اللي أنت فيه دلوقتي لابس إزار ورداء والدنيا جميلة وأنت مبسوط. سبحان الله. عارف أنت مبسوط ليه؟ لسببين، أسباب كتيرة جدا بس رأسها سببين. السبب الأولاني أنك انقطعت عن الدنيا واتصلت بخالقها، فبقيت مشغول بإيه؟ بتطيب الداخل وخلاص. الخارج ما عادش شغلك أوي. ليه؟ لأنه يفنى، كلها أيام وهندخل تربطنا أو يتحلل الجسد ده وانتهى الموضوع. ده سبحان الله أحيانا لما تعمل أشعة كده، لما تروح كده مركز للأشعة وتعمل أشعة، فتلاقي في يعني أشعات كده بتبقى غريبة، تجيب لك الإنسان من جوه قوي ثلاثي الأبعاد كده. يا ما تشوف شكلك ثلاثي الأبعاد تستوحش، تخاف، تقول إيه ده؟ هو أنا كده من جوه؟ أيوة يا عم أنت كده من جوه يا عم. وأول ما هتخش تربتك هتبقى كده عظم مرعب، جمجمة مرعبة، الناس لو شافتك كله هيجري. ايه دي كانت اجمل واحدة في الدنيا، ده كان اجمل واحد في العيلة، والله لو شفت جمجمته لا تجري وتخاف. سبحان الله، وضع صعب خالص. فانت مشغول بايه؟ سيبك بقى من اوهامك دي، سيبك من الاوهام دي. فده السبب الاولاني. والسبب التاني ان الناس كلها بتعمل كده. هو ده برضو اللي مبهدلنا في الدنيا. ليه عاوز يشتري احسن حاجة ويلبس احلى لبس ويعلم وياله في مدارس معينة وجامعات معينة؟ هو كله بيعمل كده. خلاص ليه هنعمل الفرح في القاعة وبعدين التطور الطبيعي للحاجة الساعة نعمله في فيلا، وبعدين التطور الطبيعي للحاجة الساعة يبقى في مساجد متخصصة للموضوع ده وقاعات وبراندات معينة. ايه ده انت عملت في مسجد كذا؟ سبحان الله، زي بنت خالتي برضو عملت في مسجد كذا. فبدأنا الموضوع يدخل في مساحة تانية خالص. ايه هي؟ بسبب ان بنبص لبعض. فشوفوا احنا يعني ما أوذينا إلا ممن حولنا والمجتمع اللي حولنا. كتير من القضايا اللي انت بتعافر فيها، لا وانا التحي ليه ومش عارف ايه. على فكرة لو الجامعة كلها التحت انت هتلتحي، الاخوات هتلتحي. طب هي المشكلة فين دلوقتي؟ هي مشكلة انك القصة مش قصة سنة، قصة انت عاوز ما تعيش الغربة. ألم الغربة صعب. لو كل البنات لبست نقاب هتلاقي نفسك لوحدك. هتلبسي النقاب وهتلبسي حجاب محترم، لكن تمشي بشعرك مش هتعرفي، هتكوني غريبة. فتخيلي بقى انك تيجي يوم القيامة وتخش قبرك كنت بشعرك ليه؟ اصلا كلنا كنا كده. يعني انت كنت ماشية عشانهم، هم كنتيش مشغولة بيا. واخدين بالكم؟ فالمعنى ده مهم ادراك. المهم نرجع للجو الاحرامي الجميل ده. من الحاجات اللي تستحضرها شهود السلام. يعني ايه شهود السلام يا جماعة؟ اليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيحسدوكوا على التأمين والسلام، التأمين في الصلاة والسلام. تخيل انك انت كمسلم ربنا اوجب عليك 17 مرة في اليوم والليلة انك تدعي دعاء يا رب انا مش عاوز اكون شبه الناس البعيدة عنك، وتقول امين يا رب استجيب يا رب. فدي حاجة ايه يا عم جمال التشريع ده. والحاجة التانية السلام. ماشي في الشارع كده فبتقول لواحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تركب تاكسي كده فتقول له لو سمحت ممكن توديني مش عارف منطقة كذا. يعني ايه الكلام ده؟ مش هاي صباح الخير ومش عارف ايه. تخيل انك مسلم كده وتقابل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة تقول له صباح الخير صباح الخير. يعني غالبا مش هتقابله لما تأخر. الطريقة دي هتلاقي مش كنت معتز بدينه ولا كنت معتز بسنته ولا كنت معتز باللي هو جه بيه. واخدين بالكم؟ وكأنك يعني في ناس اما بتدخل المسجد تقول السلام عليكم. واخدين بالكم؟ لما يكون في حج وعمره يقول السلام عليكم. لما بيكون في مشوار ما كده في مثلا في جو فيه طبع كده معين التزام يقول السلام عليكم. يدخل مول ولا يدخل الجامعة لا، زي ما يكون بيقلع السلام عليكم ديت بره. طب هي يعني على فكرة يا جماعة اللي ما بيقولكش السلام عليكم حرمك من حاجة كبيرة قوي، حرمك قوي. بس انت هتتفرج على الكلام ده يوم القيامة وهتحس بيه. الراجل ده ظلمك ظلم كبير. عارفين ليه؟ لسببين. السبب الاولاني هتسمعوه دلوقتي اما يقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني ايه؟ يعني هو داخل بيقول لك ايه؟ لن تجد مني الا السلام، ولن تجد مني الا الرحمه، ولن تجد من الاحتكاك بك الا ما يكون عائد عليك بالخير والنماء والتوفيق وهو البركه. ده الاصل. فداخل عليك بيزيل عنك
تفاصيل كتيرة، وانت مين وانت مين والكلام ده كله، واخدين بالكم؟ فالمعنى ده ادراكه مهم جدا، اللي انا ابقى داخل حاسس اللي قدامي بيأمنني، بيديني السلام. ولذلك يا جماعة أنا أول ما بتصلي بتقولي اللهم أنت السلام ومنك السلام، يا تحس بالسلام كده والانشراح. الحاجة التانية بيطمن قلبك وروحك ويديك سكينة أكتر، خلاص، فبيزيل عنك أتربة الاكتئاب والضغط النفسي ده، فجاي يقول لك السلام عليكم، واخدين بالكم؟ السلام حاجة كده مريحة للأعصاب. طب والحاجة التانية إن هو بيدعي لك أسأل الله أن يسلمك وأن يرحمك وأن يبارك لك. شفت بقى اللي داخل يقول لك إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة التحية ديت لو عند غير المسلمين كانوا هيوجبوها علينا في كل مكان في الحياة. لو كان حد هيقول حاجة غير كده هيبقى بعيد عن الموضة وبعيد عن مش عارف ايه، وهيتبص عليه ان هو درجة تانية ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب هو بياخد حسنات، طب وانت لما بترد بتاخد حسنات، ولما بترد ايمانك بيزيد. طب ليه ايماني بيزيد وهو ايمانه بيزيد؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل ان افشاء السلام بيجعل ارتباط بيه وبين زيادة الايمان وزيادة الحب في الله. إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولما دخل المدينة قال إيه؟ أيها الناس أفشوا السلام. أفشوا السلام، مش أفشوا صباح الخير وهاي وعاملين إيه ومش عارف. قالوا إيه يا عم؟ قالوا إيه؟ ما تخش عليا تقول لي سلام عليكم. يعني أنا برفع السماعة كده السلام عليكم. طب هتقول قول السلام عليكم. قالوا السلام عليكم، مش قالوا. طب قالوا كمان قالوا. مين اللي قالوا؟ مين اللي راح ومين اللي جه؟ تخش يا عم في الموضوع، ما تقول الكلام الجميل ده. انت حارمني ليه من الجمال ده كله؟ فموضوع السلام ده يا جماعه حاجه جميله جدا جدا. احنا ديننا اسمه دين الاسلام، التسليم، واللي بينشر ايه؟ السلام. فالمعاني ديت يعني هو مش عاوزين نقلبها بقى ان هو درس في السلام، لان درس مع الحجاج. افشوا السلام ايها الحجيج وايها المشتاقين، واعتزوا بهذا الدين. الناس اللي بتتكسف او بتتضايق من السلام، انا يا جماعه مش ذنبي ولا مشكلتي ان في واحد اذا ذكر الله اشمئز قلبه، مش مشكلتي انا. وانا يا جماعه طول ما انا عايش بعزه وكرامه وحاسس ان انا مفتخر ما بشوفش اللي عنده ازمه. يا جماعه ولو في حد بيتضايق لما بيعرف ان انت دكتور ومعاك دكتوراه، هتمشي في الشارع تقولي انا معايا دبلوم؟ هتقول كده؟ مش هتقول كده، صح؟ ليه مش هتقول كده؟ لانك انت مفتخر بالدكتوراه وعارف قيمتها، فمش يهمني اللي قدامي شايف ايه. لكن عشان حضرتك مش مفتخر بالسلام بتهتز لما بتلاقي النمط ده، بتهتز جدا. الله المستعان. احنا بقى طب فين هنا شهود السلام؟ انا لما بلبس الاحرام وبنوي سلم مني كل شيء، حتى الصيد. ممنوع انك تصطاد، ممنوع انك تعمل كذا، ممنوع انك تعمل كذا، ممنوع انك تضايق، حتى الجدال ما تتناقش مع واحد نقاش جدلي ومش عارف ايه. ليه؟ لانك صرت كده عنوان للسلام. خلاص انت اصلا كمسلم عنوان للسلام، فما بالك وقد تلبست بالاحرام. فلا بد ان ينال كل من حولك الاكرام منك. ويذكرك هذا الأمر بالكليم موسى عليه السلام لما قال له الله اخلع عليك. خلاص اخلع بقى، فأنت خلعت زي ما هو خلع، كأنك بتتهيأ وتبدأ تعلن الإخلاص. لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى حج، لبيك اللهم حج. فأنت بتعلن عن الإخلاص، بتقول اللي جواك وبتعلن عنه. يا انت مش خايف؟ لا خلاص بقى وصلت مرحلة ان ربنا قوى قلبك واحضر روحك انك بقيت بتعمل الحاجات ديت بطريقة عادي جدا. اعلن وما عندي مشكلة ان شاء الله لأن اعلن اخلاصي في هذا الباب. وشهود اتباع سبيل من اناب وهم الانبياء اللي كانوا بيعملوا كده زيك زيهم. وبعدين بقى بتبدأ تقول لبيك اللهم كذا. يا على التلبية بقى. التلبية دي يا جماعة لبيك انا حاضر بين يديك، هي دي خلاصة التلبية. أصبحت من وفدك بفضلك يا الله، أصبحت من وفدك بفضلك. يا سلام. عشان كده أنفاسك في ذكره، في ذكر الله سبحانه وتعالى. جابر يقول فأهل النبي بالتوحيد، خلاص دخل قلبه بقى موحد. وأتم الحج والعمرة لله. الأولية في قلبك الله، والأولوية رسول الله
أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالأولية والأولوية هي ديت اللي المرء عايش بيها في حياته كلها، عايش حياته كلها. الأول الله سبحانه وتعالى، والأولوية في الاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج والحاج شعارهم إيه؟ التلبية يا جماعة، ده شعار. عارفين كده الشركة يقول لك إيه شعارها كذا، ده شعارها. يقول لك بالصدق نرتقي، ده شعار. طب إيه شعار الحاج؟ لبيك لبيك اللهم لبيك. يا سلام، أنا شعرت أنك دعوتني وأني سمعت هذا الدعاء فأتيت أجيب يا رب، فأنا أجيب لبيك لبيك. أنا سمعت، كأنها يا جماعة سبحان الله يعني نداء وانت بترد. والمعنى التاني التلبية بتشعرك بالقرب من الله. ليه؟ لأن اللغة العربية يقول لك إيه؟ الإلباب أي التقرب. فلبيك أنا قريب يا رب. هو الخطاب يا جماعة بضمير المخاطب لبيك، ماشي، مش بضمير الغائب. ولبيك اللهم لبيك، وتكرر مرة والتانية والتالتة، كأنك بتقول له يا رب أنا مش هجاوب ومش هقول نعم مرة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، أنا حياتي كلها هتكون لبيك، أنا حياتي كلها هتكون نعم. نعم ونعم 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 ونعم. أنا ملازم في النعم، أنا ملازم في النعم بتاعة نعم، أنا ملازم في السمع والطاعة. لبيك يا رب. نعم نعم أيوة خلاص، أؤمرني انهاني فكلي يعني شغف أن أطبق ما تطلبه مني يا رب. أنا عبدك ومشرف يا رب العالمين بأي أمر تأمرني. يعني عارفين عما يقولوا في اللغة العربية فلان ألب بالمكان. يعني ألب بالمكان أي لزم في المكان. فعشان كده إجابة بعد إجابة، أنا يا رب بقيت ثابت في المقام ده، أنا في المقام ده قاعد راشق مش هتحرك عنه. سبحان الله. وبرضو التكرار ده كأنك بتقول له يا رب كلما أجبتك في أمر أنا جاهز لكي أعيده وأكرره وجاهز أيضا لغيره. يعني مش مجرد يا رب أنا عشان سمعت الكلام مرة خلاص، سمعته في الحجاب هسمعه في البر، سمعته في البر بسمعه في النفقات، سمعته في النفقات بسمعه في صلة الأرحام، خلصت في صلة الأرحام في صلة الجوار، خلصت في صلة الجوار. أنا يا رب ما بوقفش، أنا يا رب مش هقف. لبيك في كل الأوامر، لبيك. المعنى ده بيكون في حتة تانية خالص. وعلى فكرة مش أنا بشعر بالقرب بس، وإن مش أنا ملبي على الدوام والسمع والطاعة على طول الخط بس، لا يا رب، ده أنا بلبي بحب، أنا بسمع وطيع بحب. من لبيك جبناها ازاي دي بقى؟ قال لك امرأة لبة يعني بتحب ابنها قوي قوي قوي، فإجابة محب مشتاق للقاء سيده ومشتاق لأن يفعل ما يأمره سيده. عارفين يا جماعة الزوجة اللي تقول لزوجها تحب تاكل ايه؟ يعني ايه الكلمة دي؟ ايه اللي ورا جملة تحب تاكل ايه؟ يعني انا نفسي انك تطلب مني، انا جاهزة اطبق اللي انت تطلب مني. فاهمين؟ طلباتك اوامر. يعني السيدة عائشة بتقول ملمح جميل جدا جدا. طبعا النساء المشاكسات مش هتفهم الكلام اللي انا بقوله ده. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول فنظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ابص لعينه كده عشان اشوف هو عاوز ايه. من العين بعرف، انا مش محتاجة يقول لي، مش محتاج. فعلمت انه يريد السواك، بس بصيت لعينه كده. ايه ده؟ هي العين يا جماعة تقول سواك؟ في عين تقول سواك، ومرة تقول فنظرت إليه هل يكره أن أرد على زينب وأنتصر؟ فعلمت أن لا. الله، ده بالعين يشوف إن هي موافقة، والعين أشوف إن هو عاوز سواك، وعين أشوف. إيه الجمال ده يا جماعة؟ خلي عندك عين عائشية الله يعزك، فعين المحب. فأنا برضو عم أقول لبيك اللهم لبيك يا رب، أنا حاسة إن أنا قريبة يا رب، أنا حاسة إن أنا بقيت قريب قوي، رغم إن أنا في المقام أهو، أنا في ميقات وبعيد عن الحرم، بس أنا بقيت حاسس إن أنا قريب. مجرد من الإحرام كده أنا أحرم، يعني صار كل ما غيرك حرام علي اللي أنا انشغل بيه. خلاص حرام كده، حرام لغة مش حرام شرعا يعني. خلاص انا منشغل بك يا رب، قلبي ما عادش مستحمل خلاص يا رب. ايه ده؟ انا عاوز اجي، انا حاسس بالقرب، ومش القرب بس يا رب، انا بقيت حاسس ان انا مش عاوز اغادر المكان ده، مش عاوز اسيب المكان ده، انا عاوز ادني هنا طول عمري. ليه؟ لبيك يعني انا ملازم. ألب بالمكان أي لازم بالمكان. خلاص، وأنا حابب يا رب، أنا مش قاعد وأنا متضايق، أنا مش قاعد وأنا فاصل، أنا مش قاعد وأنا بتخانق، أنا مستمتع.
شوف سبحان الله، كل اللي بيروحوا المكان ده يقولوا يا رب ما تحرمناش، ده جايه تعبانه جدا ورايح تاخدها من المطار. ايه يا امي اخبار الحج ايه؟ لا يا ابني زحمه جدا 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 وتعبنا اخر تعب. يلا يا امي كله بثوابه. تروح قايله يا امي تركب العربيه، يا رب يوعدني واروح تاني. يا حاجة ده انت قاعدة عمال تقولي الدنيا وتعب وتعبنا في الاتوبيس والشركة تعبتنا والمطار تعبنا والكرسي والشنط تاهت على السير ومش عارف الحاجة ليلى ضيعت الشبشب بتاعها والحاجة زينب بتقول العصاية بتاعتي فين ومش عارف، وكانوا جايبيني ناس معايا في الأوضة وكنتش مرتاحة معاهم قوي، وتقولي ربنا يوعدنا. تقول لي ما انت لو رحت ودقت اللي انا دقته هتقولي اللي انا دقته. واخدين بالكم؟ سبحان الله، لأن الأشواق بالقاف بتخلي مفيش أشواك بالكاف. سبحان الله. فأنا بألبي تلبية القريب، تلبية الملازم، تلبية الحبيب. ومش بس يا رب كده، لا ده أنا هعمل بقول لبيك، ده أنا جاي أسمع الكلام وأنا قلبي خالص لك. ليه؟ يقول لك القشر واللباب. عارفين الموزة فيها قشر وفيها لباب، اللباب ده الخلاصة، القشر اللي بيترمي والخلاصة اللي بتتاكل. خلاص، فاللب هو الخلاصة الخالص. فقلبي خالص لك، كلي خالص لك. خلاص، واخدين بالكم يا جماعة؟ النقاء الداخلي لله. يا الله، شفتوا بقى التلبية بتخليك عايش ازاي؟ التلبية بتبقى ايه؟ والتلبية كأنك بتعمل عقد بينك وبين ربنا. ايه اللي بينك وبين ربنا؟ انت احرمت، ايه العقد اللي بينك؟ عقد التلبية، لبيك يا رب. عشان كده يا جماعة، كم من لسان ينطق بلبيك وقلبه على عكس لبيك، وكم من قلب يقول لبيك وإن فتر لسانه بس قلبه بيهتف بلبيك. سبحان الله. وذلك الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا من المدينة وهم رايحين مع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدين يقولوا بصوت عالي 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 لدرجة صوتهم اتنبح. وشوفوا من الجمال بقى، هو أنا عم بقول لبيك اللهم لبيك، هو أنا عايش لوحدي وأنا بقول لبيك اللهم لبيك؟ يعني في حد بيشاركني التلبية ولا أنا خلاص بس أنا اللي بقول وخلاص ومفيش حد بيقول معايا؟ طبعا ده في ناس كتير، في حاجات كتير، في كائنات كتير. شوف متعة التلبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط، يعني واحد أهل بالتوحيد والتكبير، ولا كبر مكبر إلا بشر بالجنة. يا الله، تبشره الملائكة، يقول العلماء زي المناوي في فيض القدير، أو الكاتبان اللي بيكتبوا لك السيئات ويكتبوا لك الحسنات، قاعدين يقول لك ايه؟ يلا يا عم ابشر بالجنة، يا عم يلا يا عم ابشر بالجنة، ابشر بالجنة، ابشر بالجنة. امال يبشروك؟ بالله عليك بقى، مش تخلي الحاجات دي مش تخليك عندك احتفاء كده؟ انت فعلا عندك احتفاء بالتلبية؟ عرفتوا ليه الاخ الجميل اللي قاعد امال يجيب احرامات للحجاج اللي رايحين يحجوا، امال يجيب لهم هدايا؟ لا يا عم، المنزلة دي انا والله لا اشاركك فيها، انا مش هسيبك. سبحان الله. وانت كمان في التلبية بتتأسى بمن سبقك، قاعد تعيش انك ماشي على خطاهم. خطى مين؟ سيدنا يونس وسيدنا موسى والأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنما أنظر إلى موسى، بيحكي لهم قصة إن سيدنا موسى جه ولبى، لدرجة كأني أنا أنظر إلى موسى واضعا أصبعيه في أذنيه له جؤار، يعني صوت عالي إلى الله بالتلبية، مارا بهذا الوادي. قاعد ماشي، كان ماشي من الحتة دي وقاعد أمال يلبي. يعني احنا زيهم. ويقول لهم برضو سيدنا يونس برضو نفس الكلام، كأن أنظر له على ناقة حمراء وماشي عليه جب له من صوف يهل نهارا بهذه الثنية ملبية. يا الله. عشان كده النبي قال أفضل الحج العج والسج، أي رفع الصوت بالتلبية وإراقة الدم الهدي. شفتوا بقى؟ شفتوا التلبية الإقامة على الطاعة وطلب القرب والإخلاص والمحبة وإجابة بعد إجابة. فهل دائما أنت هتدنك عايش المعاني دي ولا بتنسى؟ اوعى تنسى. وشوف سبحان الله، وانا ماشي وبلبي واقول البي، اي حد بيسمعك، كل اللي بيسمعك. ايه اللي بيحصل بقى لو واحد بيلبي؟ كل اللي بيسمعك برضه بيشترك معاك. طب بيشترك معايا فين؟ يعني انا ماشي دلوقتي وقاعد امال اقول لبيك اللهم لبيك، هل في حد دلوقتي في الجماد؟ اخبار الجماد دي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يلبي الا لبى من عن يمينه او عن شماله من حجر او شجر
أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. يا الله يا الله، إيه يا جماعة العمق الجميل ده. لدرجة ابن عمر كان واحد ماشي معاه اسمه عبد الله المزني يقول فسمعته فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين. قاعد ماشي 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 لدرجة ما بين الجبلين سمعوه. عرفتوا ليه اتقال ابن الزبير كان يقول التلبية زينة الحجيج، زينة الحج، زينة والله سبحان الله. التلبية دي يا جماعة تلبية العبد الخاضع الذليل، فلان بيذكر نفسه انه عبد ملبي بين يدي سيده. يا الله. وبتشهد ايه برضو في التلبية؟ والله ان شاء الله لا احنث في هذا اليمين ان ممكن نتكلم في العشر ذو الحجة كلها بس في فكرة التلبية. التلبية دي يا جماعة تلبية دي حياة سبحان الله. وبتلبي بقى لبيك اللهم لبيك، تستحضر يا حسن الظن بالله. حسن الظن بالله، طب معلش بقى يعني ايه علاقة حسن الظن بالتلبية؟ يا عم حسن الظن بالله ان الامل جاي والخير جاي. ليه جبتها منين دي؟ مش سيدنا ابراهيم هو اللي اذن واذن في الناس؟ سيدنا ابراهيم نفسه لما عمل كده كان يتوقع ان انت هتيجي في سنة 47 هجرية و26 ميلادية تيجي انت تلبي وانتي تيجي. يا ايه الامل ده، ايه حسن الظن الرهيب ده. ليه؟ ده يوم النداء الاول اللي وصل لك تقول خلاص خيرك ده هيوصل. تحضر محاضرة تلاقي حاضر لك 3 أو 4، فممكن تتضايق. يا عم انت مش بتتكلم لله؟ والله العظيم ما تشغلش بالك. طالما قلت لله في اقوام في اصلاب ابائهم هيستمتعوا باللي انت بتقوله ده. خلي عندك حسن ظن بالله، خلي عندك الامل ده يهتف بهذه المعاني سبحان الله. المولود يا جماعة أول ما بيتولد إيه اللي أنت بتسمعه وأنت واقف على باب المستشفى ورامي ودنك كده قدام الأوضة بتاعة العمليات؟ أول حاجة بتسمعها إيه؟ البكاء، الصراخ، صح؟ أول ما بيتولد أهل بالصراخ، صح؟ أهل يعني صرخ وأخرج وصرح بهذا. وأنت أول ما بتتولد بتصرخ بالتلبية. فدي ولادة جديدة. بدأنا الولادة يا عم، بدأنا اهو خلاص بقى الجنين بدأ خلاص. عشان كده ايه عاد كيوم ولدته امه. فالجنين جاي اهو. الله عارف كده اول ما بتبدأ عند الإحرام كده والتلبية كأن الدكتور عمل أشعة يقول لك ايه مبروك يا عم في مولود اهو، اللهم لك الحمد. انت في خلاص زوجتك في الشهر الثاني اهي. الله اكبر وما شاء الله وبتاع. طب امتى؟ يعني خلاص بس شوية كده حاجات بسيطة كده وربنا يرزقك غير المولود. خلاص انت برضو وانت في الإحرام عند الميقات مبروك يا عم المولود ظهر، الجنين اهو بيقولوا في جنين جوه. فشهود الأمل ان الولادة جاية. واخدين بالكم؟ الولادة جاية يا الله، والكل بيشهد ليك. تخيل بقى انك تشهد شهود تكسير الشهود اللي هيشهدوا لك يوم القيامة. يا الله. عشان كده ورفع الصوت بيها لبيك اللهم لبيك. بالنسبة للرجال طب ترفع صوتك ليه؟ يا عم أنا في عزة يا عم زي ما يوم القيامة كده هنادي بأعلى صوتي أقول اقرأوا كتابية. واخدين بالكم؟ أنا في عزة يا عم أهو. أنا هتكسف من إيه؟ هتكسف في حاجة أنا عزيز بيها هتكسف بيها؟ حاجة تديني الفخر؟ لا يا عم الفخر بالجهر. لا يا عم أنا سأجهر بفخري. الحاجة اللي ربنا اداها لي الافتخار ده خلاص. هو أنا إيه بدون هذا الأمر؟ لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. توحيد العبادة، لا شريك يا رب في عبادتك ولا في صلاة ولا في صوم، لا شريك لك. وشوف عم تقول إن الحمد والنعمة لك والملك. توحيد الأسماء والصفات. كم أنعم عليك في حياتك وفي شوف بقى كم النعم. حاول بقى تجيب الحمد والنعمة. هات النعم عليك بقى. ده لو نعمة الرحلة دي بس، نعمة إن جيت هنا إزاي. سبحان الله. أخت بتقول بقى لها 20 سنة بتجمع لفلوس الحج وبترتب لدعاوي الحج. لسه طالعة السنة دي ربنا يتم أمرها. 20 سنة سبحان الله. شوفوا دي تشوف إن الحمد والنعمة دي هتشوفها إزاي. أخت في مستشفى 57 ربنا يفرج عن الجميع بتصلي الظهر فشافت الناس على شاشة وسمعتهم وشافت الكعبة فبتعيط تقول يا رب نفسي أزور بيتك يا رب. بس أهو صلاة الظهر الكلام اللي أنا بحكيه لكم ده على ما مرش عليه أسبوع بتصلي الظهر بتقول كده وابنها بيتعالج في المستشفى ربنا يفك كربه. يقدر الله سبحانه وتعالى
ان شركة كبيرة يروحوا المكان ده ويعملوا زيارة عادية خالص ويجيبوا هدايا للأطفال، مش مترتبة يعني، مش من برنامج العمرة والحج انك تروح مستشفى السرطان تزور، لكن هم قالوا تعالوا ندخل السرور على المكان ده، فراحوا ماشي. فصاحب الشركة شاف الطفل ده وقعد بيبص عليهم يعني، فقال له انت ان شاء الله تبقى عاوز تروح الكعبة؟ قال له اه. قال له خلاص ان شاء الله اول عمرة بعد الحج انت هتطلع. فامه عيطت، قال لها وانت كمان؟ فقالت له انا كان كل طموحي في الصلاة ان ربنا ييسر لي عمرة، اما يجيب لي صاحب شركة لغاية عندي في المكان ده، لا كده بقى انا كده كتير. يا الله سبحان الله. احد اخواننا بيقول كلمة جميلة جدا، هو كده مش كتير ولا حاجة يا جماعة، هو ده الطبيعي، هو ده الطبيعي. الطبيعي مع الوهاب كده، بس عشان احنا في غربة ما هنيش شايفين كده، بس هو ده الطبيعي يعني، هو ده الطبيعي، هو ده ربنا يعني، هو ده الطبيعي جدا، واخدين بالكم يعني؟ هو ده الطبيعي يعطي بلا حساب، هو ده الطبيعي هز إليك بجذع النخلة، ده الطبيعي يعني، ده الطبيعي كده انك ماشي والرطب قاعدة لا تتساقط عليك. والله كلنا يا جماعة الرطب بيتساقط علينا، واخدين بالكم؟ أحد الإخوة بيقول أنا حجيت مش في 5 نجوم، حجيت 7 نجوم، ودخلت أماكن لعلي لا أراها تاني إلا في إلا هشوف الحاجات دي في يوم القيامة بقى خلاص. بيقول والله كنت في مكان 7 نجوم، والبوفيه المفتوح واللي مش عارف ايه المفتوح، كله مفتوح 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 مفتوح. بقول وربي يعلم ما في جيبي ولا أملك 75 جنيه، لا أملك 75 جنيه خلاص. بس بقى ده ما أقولكوا ده الطبيعي، الطبيعي هو ده ربنا، الطبيعي إن ربنا وهاب، ده الطبيعي، واخدين بالكم؟ ده الطبيعي. مش الطبيعي إنك ترى ذلك، ده مش الطبيعي إنك ترى ذلك خلاص، يعني إنك مش شايف كده، دي حاجة مش طبيعية. انت اشتغل على نفسك عشان تبقى طبيعي يا ابني، خليك طبيعي الله يكرمك، انت مالك كده ما انتش طبيعي. فسبحان الوهاب، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شوفوا الفكرة دي يا جماعة، انك بتستحضر ان ربنا ليه الملك صح، فيملكك يبقى يحكمك، فمن ملك حكم. طالما ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقك وملكك، يبقى هو ايه؟ هو اللي يأمرك وينهاك. مين اللي يملك شعري؟ ربنا، يبقى هو اللي يحكم فيه. مين اللي يملك حياتي ومالي ورزقي؟ يبقى هو اللي يحكم فيه، يقول لك امتى يبقى الرزق ده حلال وامتى يبقى حرام. مين اللي يملك؟ مين اللي يملك؟ هكذا. شعرك انت لا تملكيه، شعرك ده مش بتاعك، شعرك ده ربنا خلقك يديهولك امانه. يبقى مين اللي يحكم ويقول لي يظهر امتى وما يظهرش امتى خلاص واتعامل معاه ازاي؟ الذي خلقه، الا له الخلق والامر، فاللي خلق هو اللي يأمر. فشعور الملك ده مهم جدا جدا جدا. واجتماع الملك يا جماعة والنعمة بيديني ايه؟ بيديني ايه؟ بيديك قد ايه انت محتاج تثني عليه. ليه؟ لان في ممكن واحد يملك بس مش محسن، وواحد محسن بس لا يملك، لكن ربك محسن يملك ومالك يحسن، فلذلك يديك حب وذل وثناء. لا لا لا، لازم يستحق ان انا اثني عليه، لانه ايه؟ يملك ويحسن، وهو محسن يملك. نكتفي بهذا في موضوع التلبية. خلصنا التلبية، نروح مكة بقى. الدخول لمكة بقى، الدخول لمكة، الحنين للأم، أم القرى. أم القرى دي يا جماعة، أم القرى. انتوا عارفين الأم هو أصل الشيء، أصل الشيء يعني أمك هي أصلك، ماشي؟ فمكة هي أصل الإسلام، منها خرج نور الإسلام، ولذلك احنا بنتجه ليها في الصلاة. ليه؟ بتتجه للنور اللي خرج، المنطقة دي خرج منها النور، فقلبك هناك، قلبك هناك، واخدين بالكم؟ فأم القرى، الطفل اللي بيحن لأمه، فأول ما بتوصل بقى إيه ده؟ ويا جماعة شوفوا كل الناس كده، ينزل مكة، ينزل مطار جدة أو الطائف، يبدأ يتحرك عادي مبسوط وشوقه كده. أول ما بيخش حدود مكة تحس، عارف الطفل الصغير عما مامته تروح تجيب مشوار وبعدين سابته مع أخته، فهو طفل رضيع، فأول ما بيبدأ تفتح الباب وتقول سلام عليكم، فإيه اللي بيحصل؟ الولد بيدنه يعمل إيه؟ يدنه يهز رجله على السرير كده، صح؟ بدأ يحن لأمه. هو كده برضو انت بتحن لأمك، هتلاقي روحك كده قاعدة ما تخبط على السرير، واخدين بالكم؟ روحك قاعدة تخبط في بعضها كده، انتهى خلاص. وتلاقي نفسك ماسك الموبايل وتصور اللي سبحان الله البيوت. يا عم بتصور بيه يا عم؟ دخلت مكة، دخلت مكة خلاص، قياما للناس، سبحان الله، قياما للناس يا جماعة. مهبط الوحي
عارفين يعني ايه مهبط الوحي؟ ده انت رمضان بتصلي وتيجي الآية في قلبك وانت بتسمع تلاقي نفسك طاير. ليه؟ قلبك بس سمع وحي، فما بالك مكان نزل فيه الوحي، مهبط الوحي. خلاص، هنا كان جبريل ينزل، هنا بداية القصة. سبحان الله. فلما تستحضر ده، يا ابن عباس يقول لو ترك الناس كلهم الحج لوقعت السماء على الأرض. ليه؟ لأنها هي قياما للناس، فيش أمة بدونها، فيش قيام بدونها. شفتوا بقى يعني ايه أم يا جماعة؟ فمكة دي أم القرى كأنها واللي حولها دي سبحان الله من البيوت والمدن دي يعني بناتها راجع لها كأنها مركز الأرض ووسطه، زي ما ابن عطية بيقول لنا. يا الله، عرفتوا بقى ليه محمد صلى الله عليه وسلم نبينا وسيدنا بيقول لها إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. يا سلام. ولما هاجر إلى المدينة ما نسيها، فيقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة. يا الله، هو أشد كحبنا لمكة، زي ما بنحب مكة. يعني راح المدينة وبقول له يا رب حببني فيه. يا جماعة الكلام ده جميل. يعني انت تخيل كده انك كل شوية تقول يا رب حببني الكذا زي ما حببت مكة لقلبي. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيتوسل إلى الله ان يحب حاجة زي ما يحب ايه؟ مكة. اختارها الله ان يكون اول بيت وضع للناس، وانت هتيجي تقول لي مش عارف ايه والكلام ده كله. هدى للناس يا جماعة، واخدين بالكم؟ واد غير ذي زرع. ليه غير ذي زرع؟ عشان يخرج منه كل زرع في قلبك. خلاص اهي ما فيهاش اي حاجة، صح؟ وهجيبك هنا وقلبك يلغي كل حاجة عشان هنا. مهما كنت غني رايح مكان ما فيهوش حق، بس انا قلبي هنا، حياتي هنا، روحي هنا. سبحان الله يا جماعة. الطعام والمية مبارك فيها، فكيف بالصلاة؟ عشان كده 10 صلوات، الصلاة ب100 صح؟ ب100,000، 100,000. طب 10 صلوات يبقى بكام؟ 100 في مخي و10 على الآلة الحاسبة يدونا كام؟ 100,000. 10 صلوات ب1,000,000 صلاة. ليه؟ قال لك إذا كان المية مباركة، إذا كان هنا طلع زمزم مكمل معانا، فصلاتك هتبقى عاملة إيه؟ هدى للناس يا جماعة، هدى للناس. مفيش مشروع سبحان الله تفكر فيه في أرض مكة إلا وتجد إن أثره هيكون بإذن الله لناس كتير خارج هذه البقعة. ويعني سبحان الله برامج كتير الواحد فكر فيها، وأفكار لكتب كتير فكر فيها في هذه البقعة. سبحان الله أذاقه الله سبحانه وتعالى وأذاقنا الله أثر يعني للناس، مش لأهل مكة بس. عرفتوا ليه بقى؟ وادخلي جنتي بعدها لا أقسم بهذا البلد. عرفتوا جنة الدنيا اللي احنا اتكلمنا فيها. وبعدين الإجلال بقى والهيبة، هيبة كده، هيبة. عشان كده عمر بيقول لأن أخطأ يعني أغلط يعني 70 خطيئة خارج مكة أحب إلي من خطيئة فيها. لا، بيجلها في تعامل. يا جماعة حتى الكفار كان ليهم تعامل عجيب. لا سبحان الله، تحس ان روحك كأنها معجونة بطينة مكة، بتراب مكة. سبحان الله. وتبدأ بقى تشوف الكعبة، وبقى ننتقل بقى إلى رؤية الكعبة. بقى خلاص شوف بقى الكعبة دي. لما يعني روحوا اقرأوا بقى كتاب رحيق البيت العتيق أو اسمعوا المحاضرات بتاعتها لما اتكلمنا في التحليق، واتكلمنا على الناس لما شافوا الكعبة عملوا ايه. لو جبنا لكم كده قصص من رأى الكعبة، ماشي؟ هذا الكتاب اللي رايح يحج أو يعتمر يعني أنصحه إن شاء الله إن يقرأ هذا الكتاب. هو العبد مذنب كده مؤلفه، بس يرجو إن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه، بس يرجو إن الكتاب ده فيه خير إن شاء الله في هذا الأمر. رؤية الكعبة بقى، أما بتدخل وتشوف الكعبة بتتوقف عن التلبية. طب ليه أتوقف عن التلبية؟ قال لك أصل أنت كأنك بتقول لنفسك خلاص دخلنا الحرم فنمسك عن التلبية فقد وصلنا، أما وقد رأيت فقد وصلت. خلاص بقى أنا وصلت. وتبدأ بقى تدخل بقى وافتح لي أبواب رحمتك هنا. لا هنا بقى رحمة معنى تاني بقى، واخدين بالكم؟ معنى تاني خالص، معاني إيمانية مختلفة تماما. وانت داخل بقى كأنك وانت بتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، كأنك متشوق لسماع تحيتهم يوم يلقونه سلام. يا سلام. لذلك الإمام الشعبي بيقول لنا إيه؟ أول ما تدخل مكة فإذا انتهيت إلى الحجر وشفته كده وهتبدأ فاحمد الله على حسن تيسيره وبلاغه إياك. بس يا ابني انت تعملش أي حاجة إلا الشكر. بص انت
طوف طواف الشاكر، تعرف تعملها؟ طوف طواف الشاكر كده. الطوفة الأولى دي طوفة الحمد والشكر بس. وادعي لي يا بسمة. بسمة مش فاضية لحد، بسمة بتبتسم للشكر بس. أنا مش هدعي لحد. الشوط الأول ده أنا عاوز أشكر ربنا. أنا حاسة شوط واحد مش هيكفيني في الشكر، هشكره على إيه؟ عاوز بقى خد بقى الشوط الأولاني ده واشكر، وقول لي هتشكر على إيه؟ اشكر بقى، شوف هتشكر على إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه. واخدين بالكم؟ أمتع عينيك بالنظر. طاووس ومجاهد وعطاء بيقولوا النظر للبيت عبادة. ده ابن المنكدر بيقول بلغني، وهو ابن خال السيدة عائشة رضي الله عنها، بيقول بلغني أن لكل نظرة تنظر للبيت حسنة. بيقول عن ما يعني واخدين بالكم؟ أجمل صورة على وجه الأرض. شوف كل بقى الصور اللي بتشوفها على النت أجمل صورة على وجه الأرض الكعبة. وكأن رؤيتك للبيت بتشوقك لرؤية صاحب البيت. رؤية صاحب البيت. اللهم ارزقنا لذة النظر. أنا عارف ومدرك إن في ناس كتيرة ممكن تكون بتسمعني دلوقتي وتيجي تقول إيه؟ طب أنا مش رايحة حج ولا في عمرة، طب إيه يعني يا شيخ؟ طب ما تكلمنا، طب نعمل إيه؟ والدروس وعاوزين درس عن كذا ودرس. صدقني والله أنا أعلم، والله يعني لو ينفع أقول أسمائهم ناس كتير بمثل هذه الدروس والله حجوا واعتمروا وهم ما كانوش ناويين ولا كان في دماغهم خلاص. وغالبا ناس كتير دلوقتي ممكن يأكدوا على المعنى ده. الشوق ده يا جماعة، الشوق ده يحركك فوق خالص. وسبحان الله. وشوفوا يا جماعة، الله أكرم وأجل من أن يجمع عليك أن يشوقك ويحرمك الأجر. ربنا أكرم من كده. طالما شوقك إن شاء الله بإذن الله لا يجمع عليك أنه لم يكتب لك زيارة بيته وأن تحج هذا العام فلم يكتب هذا. أن الله أكرم وأجمل أنه يحرمك من أجر الشوق. فيعني إذا يا عم اتحرمت من زيارة البدن ما تحرمش نفسك من الشوق. الشوق ده مهم قوي. أشتاق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشوق إلى لقائك. فالبيت يشوقك لرؤية صاحب البيت. فاللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهه. وبعدين بقى تبص كده على الناس، يا ده زحمة، الناس زحمة قوي صح؟ فتقول سبحانك، تسمع نجواهم، تسمع الراجل اللي ماشي ده وما بيتكلمش وتعلم ما في قلوبهم. فتبدأ تقول ايه؟ عبادك سواي كثير. كل دول عبادك سواي كثير، ناس كتير قوي. فيحصل لك انكسار انك مش شايف نفسك، وافتخار بربك الذي يسمع كل هؤلاء. وتبدأ تستحضر انه فوقك ان في طواف تاني شغال. الله 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 الله، في طواف شغال. البيت المعمور خلاص فوق الكعبة، في البيت المعمور في السماء يا الله. وتستحضر مين؟ الخليل إبراهيم عليه السلام مستند ظهره إليه. تستحضر بقى جزاء الإحسان كما رفع هذا البيت رفعه الله في المكان العالي ده. يا الله على الجمال. وتستحضر بقى تبدأ تخاف بقى على لسانك انك تأذي مسلم وانك تيجي تحت اي حد. ليه؟ ابن عباس بيقول للمسلم اعظم حرمة عند الله من الكعبة وهدم الكعبة. تبدأ تترعب قتل المسلم ده وانك تأذي مسلم، لا اشد حرمة. فتبدأ تخاف على اخوك. على فكرة ده على فكرة البنت دي متبرجة اصلا، يعني سيدي مسلمة خاف منها، خاف ليها حرمة عند الله. فتشهد حرمة المؤمن. عادي ان قلبك يكون متضايق من الذنب، بس يعظم اكرام الرب لها بالاسلام. ربنا كرمها بالاسلام، ربنا كرمه بالاسلام. المعنى ده مهم جدا. وهنبدأ بقى الطواف يا اولي الالباب. على الجمال بقى. رحنا للطواف، مش هينفع نبقى عند الطواف ونقف. انتوا ترضوا كده نبقى عند الطواف ونقف ونرجع ونقول الدرس بكره خلاص بدأنا نطوف خلاص، يبقى نكمل 7 طواف عشان الموالاة مش نقطع. وتبدأ تطوف وشعارك وشوقاه لمن يراني ولا أراه. وشوقاه لمن يراني ولا أراه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطواف بالبيت صلاة. الطواف بالبيت صلاة، يعني الصلاة انت فيها مناجاة، تشعر بلذة القرب.
خلاص. لكن مأذون لك انك تتكلم بقى وعادي ممكن تشرب وتاكل حاجه، مأذون لك. سبحان الله. شوفوا في ناس جميله كده الاشراف ممكن يجمع كلامهم الجميل ده، اللي بيقول والله احنا ما كناش كذا بس سمعنا وربنا كرمنا ورحنا. الكلام ده سبحان الله بيهيج النفوس كده ويعليها ويعني عارفين كده مع واحد كده بينشر عطر، تحس بخة السعاده دخلت قلبك بالشوق ده وانت بتطوف، وشعارك وانت عندك الهيبة تهاب هذا المكان. تبص كده على الكعبة، هيبة كده يا جماعة، هيبة. سبحان الله. عروة بيقول قال له ابن عمر بيتكلم معاه فبيقول له في حاجة كده، قال له إنا ونحن نطوف نتخايل الله بين أعيننا، كأننا نرى الله بين أعيننا. ايه يا عم الحاجة دي عاوزة تمرين يا جماعة، حاول كده، عاوزة تمرين وتدريب. الهيبة دي مهمة قوي، وتبدأ تستحضر انك عبد ذليل بلباس الذل، قاعد تطوف حاسر الرأس، قاعد بيطوف ببيت الله شوط بعد شوط وانت منكسر. وكأن المشي الدائري ده يا جماعة قاعد امال يمشي كده مشي دائري. المشي الدائري ده مشي الضال التائه، واحد تايه بيدور على حاجة لغاية ما ربنا يهديه إياها حتى يهديه الله سبحانه وتعالى. مشية العبد الخائف الوجل المعترف بذنبه، مشية العبد في نفس الوقت المحب وشوقاه لك يا الله. ولذلك ابن أبي رواد بيقول كانوا يطوفون بالبيت خاشعين ذاكرين كأن على رؤوسهم الطير. خلاص. يستبين لمن يراهم، اللي يشوفهم يتبين لي أنهم في نسك وعبادة. مش كل شوية بقى نفتح الموبايل وعاوزين نصور. يا عم الملائكة بتصور يا عم، ما تقلقش يا عم، شغلك متصور يا عم، انت مشغول ليه بموبايلك؟ عاوز تصور عم تخلص، الله يكرمك، خلص الطواف وبصور نفسك. لكن يا هدير والله بدعي لك يا هدير. يا عم ما تسيب هدير في حالها يا عم، ما تسيب يا هدير ابوكي في حاله يا هدير، الله يهديك يا هدير. فشوف بقى سبحان الله قاعدين يطوفوا، فالواحد قاعد يطوف قلبك يطوف معاك، قلبك يكون بيطوف إجلالا لا تنشغل بأحد. يقول طاووس رضي الله عنه إني لأعدها غنيمة. غنيمة يا جماعة، أطوف بالبيت أسبوعا ولا يكلمني أحد. أسبوع يعني يقصد 7، يعني اللي أنا أطوف 7 أشواط وما فيش حد يكلمني ولا أكلمه. بقول دي غنيمة، خلاص غنيمة. وكأنه عاوز يقول لك يعني سبحان الله الناس مش بتسيبك في حالك برضه ومش عارف وبتاع والكلام ده كله. تعالي يا حاجة كوثر النحادي، حاج اسماعيل تعالى النحادي. يا عم الحاج اسماعيل ما تركز معانا الله يكرمك، تخلينا كل شويه نخرج بره خلينا زي طاووس، خلينا نعيش الغنيمه. وعطاء يقول طفت وراء ابن عمر وابن عباس فلم اسمع احد منهم يتكلم في الطواف. فلم أسمع أحد منهم يتكلم في الطواف. احنا فاضيين يا أخي، احسبها دنيويا كده، احسبها دنيويا كده. انت دافع الفلوس دي كلها عشان تيجي تتكلم مع علاء هنا؟ يا عم مع علاء معاك طول الحياة، هيبقى معاك في الأوضة بشبع منه. وتبدأ بقى تطوف وتستحضر، تقول لنفسك كأني بحملة العرش، قاعد تستحضرهم بقى، تستحضر الملائكة. انتوا عارفين يا جماعة البيت المعمور فوق الكعبة بالظبط بيدخلوا الملائكة كل يوم بيدخل 70,000 ملك، ما يخشوهوش تاني ابدا الى قيام الساعة. تبدأ تقول سبحانك ما اعظمك. ايه ده؟ ايه الملائكة دي؟ ايه ده يا جماعة؟ ايه العمق ده؟ عشان كده حسبت كده في الكتاب، في كتاب رحيق البيت العتيق، حسبت كده من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم اللي كتبنا فيه الكتاب كده تقريبا كم ملك دخل تقريبا. يعني ما انت ما تحسب كده احنا في العام كامل الهجري 47، فاحسب 1447 واحسب ال10 سنين بتوع مكة تقريبا فوق 35 مليار ملك دخلوا هذا البيت. فتقول سبحانك. ايه ده؟ ايه الواحد دماغه هتتجن. ايه ده؟ وقاعد تطوف. احنا بنطوف مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ عكس عقارب الساعة. كأنك بترجع، عارفين بقى بترجع بالزمن، قاعد ترجع لأصولك، ترجع عشان تستحضر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا الخليل، تستحضر أصل القصة وسيدنا آدم، تستحضر الفكرة الأولى إن في صراع بين الحق والباطل، بين جنود الرحمن وجنود الشيطان، تعيش الفكرة. طيب وانت بتطوف قلبك أبعد من الكعبة ولا أقرب للكعبة؟ يعني الكعبة على يسارك، يبقى قلبك أقرب ولا أبعد؟ بقى أقرب صح؟ قلبك عن يسارك قربا لقلبك، بقى شهود القرب، انت اللي قريبة، انت المفترض تكوني هنا على طول. وتبدأ تقول ربي لك الحمد ما أكرمك. ليه؟ من طاف بالبيت فلم يرفع
قدما ولم يضع قدم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده ما ترفعش رجل ولا تنزل رجل إلا كتب الله له حسنة ورفعه درجة وحط عنه خطيئة بالخطوة. يا رب ده قفلوا الصحن تحته هيخلونا نطوف من فوق. فعلا الطواف من فوق متعب بس حسنات أكتر. احنا مش هنطلب التعب، لكن لو ما فيش إلا كده خلاص يا عم أجور أكتر. قول سبحان الله، ما أنا ذنوبي كتيرة برضه، يلا بسم الله معلش، يلا يا عم الحاج، يلا يا شباب، يلا يا شباب، رزقنا هنعمل ايه. وبعدين برضو شهود الاختيار، يعني شهود الاصطفاء. ربنا اصطفاك يا جماعة، ربنا اصطفاك في المكان ده. شوفوا أصحاب سعيد بن جبير قاعدين في ظل الكعبة، فيقول لهم ايه؟ عارفين الكعبة بيبقى احيانا في الشمس كده بيبقى لها ظل، فبيقول لهم انتم الآن في أكرم ظل على وجه الأرض. ما انت ممكن تبقى في فيلا في مش عارف كومباوند معين ولا مش عارف في ايه وبتاع، فيلا صح؟ لا نيو ايه ولا مش نيو ايه، وشايف شويه الضله بتاعت الشجر، ضله عاديه. واحد يقول لك دي اجمل ضله في البلد. ايوه بلدك انت، في قلبك انت واخد بالك. لكن اكرم ظل على وجه الارض، سعيد بن جبير بيقول لهم خلي بالكم انتوا عارفين انتوا فين، اكرم ظل. فعشان كده لو انت بتطوف حوالين الكعبه والدنيا كانت شمس شويه ولقيت ان في ظل، خلي بالك الظل ده مش عادي، الظل ده أكرم ظل على وجه الأرض. واخدي بالكم؟ ظل أمك مش أي ظل، تبقى ماشي جنب أمك الظل بتاعها ده مش أي ظل. واخدين بالكم؟ في كده يا جماعة معاني، خلي بالكم الناس دي عندهم معاني مختلفة، ناس رايقة خالص. وبعدين شهود المنن، يعني ايه شهود المنة؟ كام مرة ناس دعت هنا وربنا رزقها واستجاب. فتشهود المنن، يا منيت يا رب، مننت على فلانة يا رب اللي هي رزقت بولد، ومننت على فلان اتجوز بعد ما اتأخر، ومننت على فلان، ومننت على فلان. عرفتوا ليه النبي قال صلى الله عليه وسلم استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه؟ عرفتوا ليه عندنا المعنى ده؟ واخدين بالكم؟ استمتعوا بهذا البيت. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده؟ استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا، لأنه اتهدم قبل كده مرتين. وفي يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا هيجي في وقت من الأوقات، نسأل الله العفو والعافية، هيترفع ويتهدم خلاص ويرفع في الثالثة. فاستمتعوا بهذا البيت، استمتعوا فإنه قد هدم. المعنى ده مهم جدا يا جماعة الخير، إن نظل عايشين تفاصيله. فاستكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم. استكثروا ده كلام علي رضي الله عنه. فاستكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم. ويقول النبي استمتعوا فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. يا سلام. طيب خلصنا الطواف، يلا بسرعة بقى وعشنا الكلام الجميل ده. لا، تيجي في ختام الشوط كل شوط ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دي سنة ماشي بين الركن اليماني والحجر الأسود الأسعد، إنك تقول كده كأنك بتطلب إيه. لا خلي بالك بقى إنك هنا بدأت بحسنة الدنيا. شفتوا التوازن؟ شوف المسلم بيتربى على التوازن وهو في المكان ده. لا احنا مش طالبين منك تنسى دنيا ولا حاجة، لا اطلب دنيا يا عم، اطلب حسنة الدنيا وخليها حاضرة جواك. ايه المشكلة؟ حسنة الدنيا. فسبحان من رزقك ملذات الدنيا وملذات الآخرة، بس برضه استمتع بالآخرة، عشان مش هتعرف تقول آتنا في الدنيا حسنة إلا في سياق الآخرة وانت مرتبط بالآخرة. المعنى ده مهم جدا. وحسنة هنا قال لك نكرة، يعني مش ايه هي الحسنة، سابها نكرة. قال لك نكرة دي تعظيم. يا رب انا عاوز حسنة كبيرة في الدنيا، يا رب اديني حاجة كبيرة في الدنيا واديني حاجة كبيرة في الآخرة. واخدين بالكم؟ طب وايه كمان؟ قال لك لا، ده حسنة ديت نكرة للتفويض. يعني للتفويض يعني يا رب انا مفوضك، اختار لي انت حسنة الدنيا وانا راضي يا رب، لان انا على بساط هنا الرضا. انا هنا ماشي في مكان وفي بيت الوهاب الوكيل اللي يختار لي وانا راضي. فانا يا رب حسنة التفويض، واخدين بالكم؟ انا مفوضك يا رب. وقال لك حسنة هنا نكرة للشمولية. يعني شمولية؟ يا رب انا عاوز كل حاجة، حسنة مع العيال، وحسنة في التعليم، وحسنة في الرزق، وحسنة في كذا، وحسنة في البيت الواسع، وحسنة في السيارة، وحسنة في الموبايل، وحسنة وحسنة في كله، في الصحة، وحسنة في كله، عموم 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 كله. والاخرة برضه عاوز حسنة كده. طب وفي واحد قال لك ايه؟ لا
انا عاوز حسنة هنا، قال لك للتقليل. تقليل قال لك كأنه مش شايف النعمة ولكنه يرى المنعم. يا رب انا بس حياء يعني قلت اطلب طالما انا في بيت الوهاب، فيا رب انا اي حاجة، المهم يا رب انا يا رب انا معاك، اخدت انا معاك، انا في الجنة اراك ماشي، الباقي كله مش هيشغلني عنك. شوفوا العلماء لما بيتكلموا بس في معنى بسيط، شفتوا القرآن، شفتوا الكلمة الواحدة في القرآن تعمل فيك ايه، توديك يمين وشمال وتخليك ترى كل النعم وتفوض في كل حاجة وعاوز نعمة، وكأنك نعمة واحدة برضو حسنة نكرة. ليه؟ قال لك عشان لو خدت واحدة بس منه وهو راضي عنك حياتك هتتقلب، حياتك هتتقلب، فواحدة منه تكفيني خلاص، وكل شيء من غيرك لا يكفيني، فحسن منك تغنيني وكل ما سواك لا يغنيني. شفتوا؟ طب ايه تاني؟ عشان بس على الاقل نوديكم لغايه السعي ونقف عند السعي، بس مش هنقف كده، احنا قعدنا نضيف هنعلق كده، عاوزين نكمل الطواف. نبدا نعدي، شايفين ايه بعينينا؟ شايفين ايه؟ شايفين الحجر، شايفين حاجه من الجنه. يا الله على المكان الخاص اللي هيخليني احن للوطن الاول، اللي هيخليني احن للجنه، الحجر الاسود. ايه الحجر الاسود والمتعة اللي انا شايفاها دي؟ ايه الحجر الاسود والمتعة اللي انا شايفها دي؟ لا بقى هنا قلبك يروح في حتة تانية بقى خالص، هنا انت في حتة تانية. الحجر الاسود من الجنة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص تبدأ تسأل من اين هو ومن اي شيء، ايه المادة بتاعته، هل على الارض زيه، ايه نوع العلاقة اللي بيننا وبينه، ايه بركاته. فتبص كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجر الأسود من الجنة، ويقول لنا هو من الياقوت، إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة. يا الله. ويفكرك أحيانا في الحجر الأسود ده، بيذكرك بالنبي صلى الله عليه وسلم من كذا ملمح، بس من الملامح إن عما كلمة نقول لك إيه، النبي برضو بشر. أيوة يا عم بشر، بس ليس كأي بشر، زي الحجر الأسود، ما هو حجر بس مش زي أي حجر، واخدين بالكم؟ مش زي اي حجر. المعنى ده مهم يا جماعة. بعض الناس بيبقى فاكر ان الحجر ده حجر، لا هو زي اي حجر. ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر بس مش زي اي بشر صلى الله عليه وسلم. المعنى ده يا جماعة ادراكه في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. ياقوتتان، سبحان الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما على الأرض شيء من الجنة غيره. فيش حاجة على الأرض، يا الله شهود الخصوصية، ما على الأرض شيء من الجنة غيره. عرفتوا ليه بنقول عليه الحنين للوطن الأول؟ أولا إن هو ياقوتة من ياقوتات الجنة، واخدين بالكم؟ إن هو ياقوتة من ياقوتات الجنة. وإيه كمان؟ وبيذكرني بالحنين الأول للجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل وهو أشد بياضا من اللبن. يا سلام، يعني نزل من الجنة وهو أشد بياضا، سبحان الله، وهو أشد بياضا من اللبن. وإيه العلاقة اللي بيننا وبينه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مسح الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، بيوقعوها كده، بينظفوها تنظيف. سبحان الله، علاقة استشفاء من الذنوب، وكان هيبقى استشفاء من الأمراض، لكن بسبب الذنوب حرمنا. يقول النبي لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذوعاها إلا شفي. بيقول لولا دي كان يبقى يكون إيه؟ وإيه كمان؟ علاقة استشهاد، العلاقة اللي بيننا وبينه. يعني استشهاد دي، استشهاد دي يعني ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده كله اللي انا بقوله هو موجود في الكتاب يا جماعه، انتم محسسين ان انتم مثلا اول مره تسمعوا الكلام ده. شرحته لكم قبل كده مرتين، بس انتوا عشان ما شاء الله الشوق عندكم عالي، فبتاع رحيق البيت العتيق هتلاقوا فيه كل الكلام اللي انا بقوله. تقريبا ما بقولش حاجه، انا شبه بقرا الكتاب يعني، ما بعملش اي حاجه يعني. اللي منكم على الكتاب بيقول لي انا احضر الدرس ليه يعني. فالاستشهاد يقول النبي والله، النبي مش محتاج يقسم، بس بيقسم عشان قلبك يفوق، لكن هو نفسه الصادق المصدق، الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم بيقول لك والله والله لا يبعثنه الله يوم القيامة. يعني الحجر، واخدين بالكم؟ الحجر ده ربنا هيبعثه، له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به
يشهد على من استلمه بحق. ايه يا جماعه الكلام ده يا جماعه؟ ايه الجمال ده يا جماعه؟ يعني وانت رافع ايدك كده تقول بسم الله، وترفع ايدك كده تقول بسم الله الله اكبر، وترفع كده تقول الله اكبر، وانت ايه بالطوف والكلام ده كله. خلاص يا الله، ايه اللي هيحصل في الوقت ده؟ هو هيشهد لك. هيشهد لي بايه بقى؟ على من استلمه بحق، على من استلمه بحق. يا سلام يا سلام على الجمال. ترفع ايدك كده وتبدأ تستلم. ماشي. وبعض العلماء يقول انك تقول ايه ده؟ تقول ذكر جميل جدا. ايه هو الذكر الجميل ده؟ تقول بسم الله والله اكبر، اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك، وتصديقا بكتابك، والبعض قال ووفاء بعهدك. ده ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيقولوا كده. وكأنك بتجدد العهد، انك بتبايع وبتراجع المادة. فاستلمه دي مش شرط لمسه، استلمه ديت يعني اشار بيديه، مش لازم اللي انا اروح المسه بايدي عشان الزحمه وكده. ولذلك الزحمه يا جماعه النبي نهى عن الزحام. شفتوا زحمه ما تقربش، عادي سيبه، لقيت الدنيا فاضيه ماشي روح، ما كانش خلاص ايه المشكله. لذلك الزحام لما في بنت مولاه للسيده عائشه راحت قالت لها انا زحمت ورحت وبتاع، فالسيده عائشه تقول لها لا اجرك الله، لا اجرك الله تزاحمين الرجال. راح بقى تفرح سيدة عائشة، تقول انا رحت قبلت الحجر. قالت لها قبلت الحجر؟ ربنا ما يأجرك، رحت تزحم الرجالة. شفت العفيفة الواعية. طب ما هي اللي عارفة الأحاديث دي، بس عم الدنيا تبقى فاضية. وبالمناسبة يا جماعة يوم 8 ذي الحجة، يوم 8 ذي الحجة من بعد الساعة 10 الصبح كده تقريبا الحجر بيقول لك هيت لك، تعال سلم عادي، الدنيا فاضية. معظم اللي بيطوف في الوقت ده وبيبقى موجود بيبقى الموضوع معاه سهل. ماشي. واللي حج وفاهم ليه الكلام اللي انا بقوله ده، الموضوع بيبقى سهل ان شاء الله في الوقت ده. استلموا بحق. فشوف بقى، وتستحضر ايه كمان؟ الاتباع. اتباع عمر رضي الله عنه يقول لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. شفتوا يا جماعه الميزان ايه؟ الرسول هو الميزان الاكبر، هو الميزان، هو الوزنه، احنا ماشيين وراه. هو عمل انا عملت، يبقى في حجر هنطوف حواليه، وفي حجر نقبله، وفي حجر هنزقله، خلاص نرميه. حجر ايه؟ رمي الجمرات. شفتوا بقى؟ يا سلام. وبتقول بقى الله اكبر كأنك دخول العبيد على الكبير سبحانه وتعالى، دخول العبيد. ابن عباس يقول فكأنما صافح الله. شوفوا يعني بيقول كلام كده ابن عباس، بيقول اللي بيروح ناحية الحجر كلام عميق جدا جدا، تحس كده انك محتاج لا فيه هيبة. وسبحان الله اللي بيرزق المكان ده ويقبله بيستحضر حاجتين. الحاجة الأولى انه بيعمل عبادة دلوقتي على وجه الأرض لا يستطيع أحد على وجه الأرض يعمل زيه. صح ولا مش صح؟ اللي بيقبل الحجر دلوقتي في حد ينفع يعمل العبادة دي؟ يعني اللي بيقيم الليل في حد ممكن يقيم، واحد بيتصدق في حد بيتصدق، لكن في واحد بيقبل دلوقتي الحجر، في حد على وجه الأرض بيعمل العبادة دي دلوقتي في نفس اللحظة؟ الإجابة لا. شفتوا؟ طب والحاجة التانية، أنت تضع فمك في مكان وضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بختك. طبعا الجماعة بقى اللي لا يا عم الشيخ أنا عندي وسواس قهري، أصلا أنا بقي والناس وريق الناس. الله يعينك، الله يعينك يا نجم. شوف بقى عمر رضي الله عنه يقول ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. يا سلام، رأيت رسول الله بك حفيا. يقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم بك حفيا. طيب الإنسان بيطوف الراجل كاشف ايده اليمين كده، صح؟ في الطواف عموما كاشف ايده يمين، وفي اول 3 اشواط بيعمل حاجه بيمد كده اسمها الرمل. ايه دي القصه ديت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في المدينه ورايحين يطوفوا كانوا الكفار حوالين الكعبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هم قالوا ايه ده المكه مليانه حمى اسمها حمى يثرب، فهتلاقيها دلوقتي انهكتهم وبقوا ضعاف وبقوا عاملين عندهم جوالهم جفاف، فكشفوا عن دراعاتهم. انتوا عارفين الرجاله عم بيكشفوا عن الدراع بتبان قوه، فالنبي قال لهم طب اكشفوا دراعكم عشان يشوفوا قوتكم بقى، ولما تيجوا في الحته
اللي هم واقفين فيها هم قاعدين ناحيه ايه؟ هم في البدايه قاعدين ناحيه ايه؟ مكه كده، وعند ايه؟ ناحيه الركن اليماني كده. فيبدا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طيب احنا بقى اول 3 اشواط هنبداهم ايه؟ بالرمل، يعني هنتحرك الخطوه السريعه. ده كأن النبي في عرض عسكري حوالين الكعبه. ايه ده؟ شعور بعزه الاسلام وقوه الاسلام. يا رب انا جاهز، واخدين بالكم؟ على طول الخط انا جاهز، انا عزيز. طيب الاسلام دلوقتي خلاص لما تمكنوا من مكه وفتحت مكه الموضوع مش محتاج، قال لك لا، تبقى الفكره دي عشان اللي القصه اديناها موجوده، مشهد العزه والانقياد، فندور مع السنه حيث دارت، واخدين بالكم؟ ونبدا بعد كده نشوف المقام. عندنا المقام وعندنا الملتزم اللي هو ايه؟ باب الكعبه، وعندنا الحجر وعندنا الميزاب. خلونا المره الجايه، احنا قلنا 3 لقاءات، عادي ممكن يبقى 4 ما نعرفش، فالله المستعان، ربنا يهدينا. جزاكم الله خير. اسال الله ان يسعدنا واياكم، واسال الله ان يحفظنا واياكم ويمن علي وعليكم بالعفو والعافيه، ويجعلنا من واياكم من اهل الشوق والمشتاقين دائما الى كل عباده يحبها الله سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع قدركم وييسر امركم ويسعدنا واياكم في الدارين باذن الله. ان شاء الله يكون اللقاء القادم فجر الاثنين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.